بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. وأنا يوم عندي شرح تقريبا موجود بالقناة، بس هم بالإعادة استفادة. هاي بيها كسرة من الأمام. أنا ترى صراحة ما عاد استانو، هل ما جاي أصور. العفو، استانو الثابت ما يفيد بالشغل، لازم يتحرك للتفصيل. لهذا السبب ما جاي أصور. هسه هذا القماش، هاي القطعة 3.5 مترات ونص، العرض 150 سنتيم. هذا العرض شوفون، هاي الطبقة، هاي الكسرة بالنص كان مطبوق القماش العرض ماله، فتحنا 150 من هنا 3.5. طبقها نطبقها بعد طبقة. هاي زغرت، نطبقها بعد طبقة حتى سهولة القص. ها ساعدنا. هذا عرض القماش، هذا القماش وهذا الطول. الطول مطبق تقريبا ايش قد؟ كم طبقة؟ 8 اعتقد. 1 2 3 4 5 6 7 8 16 طبقة. 8 ب 8 16 طبقة. الطول كله جمعناه بهاي المسافة. منا عندنا الخصر وريته بدون بنايج. الخصر من جوا نهاية الدجاج 33 انش، ضيف لها انج خياط يصير 34. هاي 34 34. هاي شوي راح تصير 200، يعني 16 طبقة ما 12. المقص إذا ما تقدرون تقصونها أو ما يجيب المقص، افتحها بالنص. هذا البدن أجلناه، ما نبي أي شغل هسه. نجي نطلع هسه التفاصيل. نبدأ بالردانات. الردان 24 ردن، ردن طبيعية، يعني مو بزمة ولاصق وكذا ولا بروش. 24 نضيف إلى 6 خياطات تصير 30. ومنها هذا الولد هو دجاجته ولا شوي تارس. الخصر ماله 13 وربع، نعطيه 11 حتى براحته. هو يحب الملبوس العريض شوي مو ضيق. 11 بكسر انج. اليوم جبت لكم فيته الارقام مالتها اكبر الرقم تبين له مدري شنو. عندنا من هنا قلنا نسويها 30 انج. هي 24 طول الردن. 30 عندك 24 ونص خياط، 24 ونص يبقى 5 ونص للكسرة مالت الردان. هاي من هنا نقيس 5 إلا ربع حسب النزال. الحفرة مالت الردن 5 تقريبا. هاي التأشيرة اللي جاي 5. ندخل بيها شوي. هاي تخليها قرضة وسط الردن. ما معقولة ما واضح. بعد ماكو اوضح من هذا الاتصال. وهاي الطريقة مو منزلة من رب العالمين، وإنما هذا اللي تعلمته أنا. أكو هواي طرق ترى اللي ما تعجبه طريقتي، يعني مهم هسه تاخذ فكرة تتعلم وانت من يمك تطور.
هاي الردان طلعناها، قلنا ضفنا لها مال الخياطات ومال الطبقة هاي الكفة مالت الردان، هي 24، نضيف لها نص تصير 24 ونص. هذا النص للخياط، يعني هذا راح يروح خياط، تبقى صافة 24. عندنا منها هو الولد ما يحبها لا ضيقة كلش ولا عريضة كلش، وسط، نخليها صافي 7 إنج، نص خياط 7 ونص. الكفة تجي 4 إنجات حلوة، تصير مرتبة، لا هي عريضة كلش ولا هي ضيقة، ومنها نفس مستوى الكفة حتى تجي الحفر عدل. أتمنى تكون واضحة عندكم. اللي عنده معلومة أو يريد يستفاد معلومة يكتب لي بالتعليقات، ما له خدمة، أنا أتعلم من يوم. خلصت الردان، خلينا هنا كسرة صغيرة، ومنها أيضا نخلي التأشير، أهم شيء التأشير الوجه والظهر. أكو خياطين يقلبون القماش هذا يخلون الوجه الداخلي يفصلون اللي برا، بعدين بالشغل هم يعدلونه، لا أنا أخليه لي جوا. هسه عندنا هاي الوصلة زادت من الردان، نقيسها الكفت شمسية خير على خير، ما كفت نستفاد بها بغير شيء. الكتافيته شمسية 20، نضيف لها إنج ونص 21 ونص. 21 ونص. عندنا من هنا نطبقها على المستوى هذا، من هنا نزال نسوي 6 وربع، لا كبيرة كلش ولا صغيرة، 6 وربع. عندنا الياخة هسه هنا نطلعها، نزال قلنا 6 وربع ارتفاع الشمسية. عندنا الياخة 18 و3/4 19 إلا ربع، نسويها نزال 2 ونص إلا شوية، أو منها 3 ونص هم إلا شوية، لأن هي 19 3 ونص، هاي 3 ونص إحنا إلا شوية. تقريبا تجي مضبوطة، يعني تجي الياخة تقعد فيه. منها نحفرها شوية، لأن احنا ضفنا لها إنج ونص للخياطات، إنج ونص هواي، هي راح يروح لها نص بنص إنج، خلينا إضافة نص إنج حمود نحفرها حتى الكتف تقعد عدل، لأن الكتف دائما هيك يجي مو عادل. منها هاي قلنا فرق إنجين، هاي الحفرة منها ابو 6 وربع، أخذنا من عندها إنجين بقت 4 وربع، إنجين لحد 6 وربع نزال. خلينا قرضة صغيرة نشان وسط ونحفر الياخة. هسه صار عندنا منها قلنا 4 وربع بقت، الربع هذه يطير شوية شوية ميلان، خلي بيها ميلان ربع إنج. هاي كملت الكتافية. هاي الياخة هنا تجي تقعد، هاي الأمام وهاي الخلف ربع إنج حفر، ومن هنا حفرة إنجين. واضحة؟ تمام. كملت كتافية وكملنا الردانات، ويريتها بدون بنايج، ويريتها ظاهري يعني مو دفن من قدام، كسرة بيها بس ظاهرية الدقة مالتها. هذا شوية قماش شتوي،
تخلي الداخلية إنج ونص اللي ما تدقم. راح نطبقها نخيطها هيك يبقى هالقد هذا حتى لا تصير ثخينة. هاي الداخلية، هاي الخارجية ما تكفي، تريد اللياخة تريد تشمرها ماكو مشكلة إذا هدف مال زايد. هسه ايش بقى عندنا؟ بقى عندنا نجيب الورش، نجيب الصدر والمسطرة الخارجية. هاي جيوب الورش. الورش دائما يعني جيوب هذول الصفاح دائما 9 انجات العرض. دائما بعد الشخص يكون ضخم كيفك تكبرهن تدخل على القياس هذا، بس الناعم لا تقللهن، مثلا اللي قياس خسرة 9. بس احنا ما علينا ذاك حديث اخر الدشداش هذيك، والنزال 16 انج. هاي هاي جوج كبلن كل منو طريقة قصده. يجيب اكو يسوي له دائري من هنا حفرة دائرية، اكو يسوونه ما اسوي دائري، يكون هيك مثلث حلو ارتب، ومنه اخذ منه شوية ميلان تقريبا 3 انج، لا ربع ولا نص. هنا عندنا جيب الورش، العفو جيب الصدر. جيب الصدر اللي هو مال الدشداش اللي بيه كسرة، نجيب يكون دائري نرسمه في النوع. هذا قالب خاص بالجيب، هذا يكون هيك نخيط عليه بعدين نرتبه ونقعد على الدشداش. عندنا بعد بس المسطرة مال الإريك مال البيوت، طلع منها مو راح هذا بيه ميلان راح يصير باقي زايد راح يطلع، طلع من ضمن البدن. هسه نفتح البدن. اخوان اشتراك بالقناة وتعليقك الحلو ولايك، على قولت اهل التيك توك كبسوا. وانا اعتذر هاي الفترة مقطوع لان ما عندي احد يصورها، هسه انا انجبرت صورت لان بيه فايدة للناس. المفروض وياي واحد يصور حتى شنو يقرب المكانات الحرجة إرادة توضيح أكثر. هذا البدن أمامي وخلفي. نقيس البدن، طول الولد 59 إنش، ضيف لها 6 يعني كفة وخياطات وكفة داخلية. 59 و6 65. هذا زايد الشمرة. هذا يبقى ولد الزايد مال القماش. خلينا قرضة هنا صغيرة. عندنا منها قلنا 13 وربع، نضيف لها 3 أرباع يعني هي كسرة تصير 14. منها حفرة الظاهري دائما حفرتها منها انجين، حفرة الياخة. الولد طول 59، شو نضيف له 19 انج نزال من الطرف للطرف، طول الزيش كله 19، 3.5 9.5 هنا 18. هسه احكيكم ليش 18 هنا. هسه قلنا نقيسها 14، هاي منها لحد ال 18 كلها عدله قصه وعدل. بعدين ورا ال 18 نبدي نميل بيها للجانب للطرف.
عندنا من هنا اللي جاي حفرة راح يقعد عليها الرجل، حفرة البدن مال الرجل. عندك انه من هنا اللي جاي هنا راح تبدا الجيوب، يبدا هذا تقريبا من نصف الجيب، الفتحة مالت الجيب، جيب الورج تقريبا هاي تبدا من نصها، لان الجيب لحد جاي فتحته تنتهي، حتى تبدا الدجاج تاخذ منحى اخر، تعرض شوي شوي. يعني هاي بدون بنايج، بدون بنايج. هاي القرضة خليتها نيشان حتى اعرف خاف يسلف البدن او فد شي، راح اكمل قص وانه برجع هنا اطبق صف اعزلهم كل البدن واحدة افصل. شلون مثل ما يقول سنتر. هسه عندنا هنا ايش قد نترك تقريبا 9 انش للكفة، خليها عدله ما ناخذ من هنا. هذا الميلان راح يجي ينتهي هنا، هذا اضافه بمكان البنايج، لان احنا ما خلينا بنايج لازم نضيف له. هاي الاضافه الزايد صار بمكان البنايج. هسه عندنا المسطره العريضه اللي هي الخارجيه ما قصيناها من ساعه، تسويها 3 إلا ربع، بالصيف 3 تطبقها طبق، بالشتوي 3 إلا ربع، حتى شنو تطبقها شوي مايله. العفو فرق، هسه 3 إلا ربع مضبوطه، راح تطبقها هيك تخلي فرق شويه، حتى شنو هذا تخيط على البدن من الطبقه ما يصير 200. وصلت فكره؟ تمام. اهم شيء التأشير قلنا. هسه خلصنا من عنده، نرجع ناخذ قياسات منها. هاي القرضة اللي خليتها انا اسم راح اشيل، راح يصير عندي تغيير اختلاف. ارجع المن سنتر هاي بعد انا موازنها وقرضت، اذا اختلفت وانا ما عندها الميزان راح يصير عندي خلل بالدجاج. ناخذ ميلان شويه على مستوى الشمسية او الكتافية، نطلع البدن الخلفي نكمله. هاي بنخلي بيها كسرات الظهر نلغيها، انا اقول ولد شباب يبون مو كبير كلش. الشياب عندنا اللي يحبون كسرة بالظهر لازم تاخذ منه، وهذا زايد تخلي بيه كسرة ويا منتصف الكتافية منه بالضبط، خليها قلبه. هذا شغله. هسه عندنا هذا البدن الخلفي كمل نبي نشيله، نجعل الامامي جاهز مقشر. هاي السنتر مالنا قلنا، اجت بتوازنه، نسوي فتحة الزيج. يعني اللي يتابع هذا المقطع يتابع مرة مرتين 3 ويخلي له قطعة يفصل، حتى لو ما يعرف يفصل يفصل بالضبط ويجيبها مضبوطة ما تخرب عنده، لأن توضيح كامل. هذا عندنا منها هاي الكسرة تخليها مساوية ويا البدن الكتافية الشمسية، وتاخذ حفرة ياخذ. هاي من هنا
قلنا 3.5 نزلها، لأن الكتف من هنا البدن المتقدم لي قدام، فراح تصير كسرات إذا ما حفرنا. هاي حفرة الردين، كان الله يحمده مسين. اللي يحبونها ضيقة وماشيين تحفر بيها زايد تدخل من هنا حتى لا تصير كسرات البدن وتقعد. الساوية راح تركب بالخياط. هاي تركيبتي، هاي تجي هاي الياخة هنا، أنا هاي الياخة. جيب الصدر، احنا خطيناه قصيناه جهزناه الوصلة مالته. منها ايش قد نزاله؟ 8.5 انش. هذا ولد شوي طويل تسوي له 8.5 وحباية. منها 2.5. تقيس هاي حكي اذا ما مخيط شي، يعني بعد بالتفصيل قسته 2.5، يعني راح يروح من عنده خياطة تبقى 2 تقريبا، 2 وكسر. تجي الأشرة، بس الأفضل أشر بقلم رصاص حتى لا يبقى الجاف طابع هنا. هذا البدن، هذا الجيب. ولا تنسون الاشتراك بالقناة واللايك وتعليقاتكم الحلوة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.